ازيكم؟ حابه النهارده اتكلم معاكم عن حاجتين انتوا عارفينهم جدا، بوجي وطمطم، مشهورين جدا. طيب قصدي اتكلم بيهم عن ايه؟ عن الرجل والمراه. يعني ايه الرجل والمراه؟ يعني عايز تتكلمي عن ايه بالظبط؟ عايزه اتكلم عن حاجات ممكن تكون بتسبب لنا مشاكل كبيره جدا. اولها موضوع الاهتمام. مش بقى فكره الاهتمام بيتطلب ولا ما بيتطلبش، كل حاجه بتتطلب، بس الطلب ازاي؟ وابقى فاهم اللي انا بطلب منه ده هو يقدر يديني اللي انا بطلبه ولا لا. طيب نبتدي بالأستاذ بوجي. طيب الاهتمام عنده بيتمثل في الأفعال، بمعنى لما هو بيجيب الأكل، لما هو بيجيب متطلبات البيت، لما هو بتبقي في مشكلة فيحللك المشكلة، ده الاهتمام عنده. طيب الأستاذة طمطم، الاهتمام عندها مشاعر. حسسني ان انت حاسس بيا، حسسني ان انت مهتم بيا مشاعريا. هي بتبقى عايزه حل، بس عايزه الاهتمام يجي قبل الحل، الاهتمام من منظورها، الاهتمام بمعنى حسسني بمشاعري، حسسني ان انت خايف عليا، حسسني ان انت مقدر قد ايه انا تعبت، حسسني ان انت شايف انا مثلا في الموقف الفلاني ازاي اتظلمت. مشاعر واحاسيس، وبتبقى عايزه الحل بس بعد المشاعر والاحاسيس. يعني ما ينفعش استاذ بوجي يجي يديها الحل ويقول لها المشكله الفلانيه حلها كذا، هي مش عايزه ده، او مش عايزاه دلوقتي، او مش عايزاه في الاول. عايزه الاهتمام، عايزه ان انت تقول لها مشاعرك وقد ايه انت ظلمتي ولا فعلا انت عندك حق، وتحسسها بكم المشاعر اللي جواك، وبعد كده تبدا تقول لها الحل ايه. على العكس الاستاذ بوجي عايز ايه؟ عايز لما يقول مثلا انا عندي المشكله الفلانيه، ما تقعديش تقولي ويا عيني ومعلش ومش عارفه ايه، قولي له حل، لو عندك حل قوليه له، او على الاقل سيبيه يطلع كل اللي هو جواه او كل المخزون اللي جواه. لما يبقى مثلا عنده مشكله وتلاقيه ان هو قاعد ساكت، هو بالنسبه له كده بيفكر كونك ان انت توفري له جو من الهدوء وتقعدي ساكته، او تحترم ان هو مثلا قاعد ساكت، ده بالنسبه له هو ده الاهتمام. ما ينفعش هو مثلا يكون عنده مشكله وقاعد ساكت او مش حابب يتكلم، واجي انا اقول له انت بتحكيش معايا، انت بتتكلمش معايا، انت ليه؟ هو بالنسبه له مش ده الاهتمام، انت كده بتعملي عليه لود اكتر. خلاصة الموضوع اللي الاهتمام بيتطلب، بس يتطلب ازاي وابقى فاهم اللي قدامي، فاهم كلمة اهتمام يعني ايه وترتيبه للأولويات. على فكرة الاتنين عايزين حل، بس بوجي بالنسبة له الحل يجي في الأول، وبعد كده تقولي له ايه مشاعرك وايه أحاسيسك. وطمطم بالنسبة لها الحل يجي تاني حاجة، وتقول لها ايه مشاعرك، وان انا حاسس بيكي، وان انا مقدر الموقف اللي انت فيه، وان انا مقدر تعبك ومقدر مجهودك. وبس خلاص، من غير اي خناقات ومن غير اي خلافات. واشوفكم على خير. كانت معاكم لايف كوتش شيماء حازم.